يا صباح الفل اجدع ناس في الكون. امبارح بصفح في الفيسبوك كده، فشفت البوست ده اللي انا حاطه مثبته معايا في الدس ده لفخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكنت في غايه الفرحه ان بالفعل هيكون في منصه لطرح افكار الشباب اصحاب الفكر لتطوير الاقتصاد وتطوير منظومات الدوله عموما. بس موضوع النهارده موضوع مشكله، وعرفت حلها فين، او عرفت ايه سبب المشكله، ايه سببها بالظبط يعني. فحبيت اقولها لكم. وبرضه عنده في الفيديو ده النهارده سؤال لفخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه. اي نعم انا عارف ان في بروتوكول لما حد يحب يسال فخامه السيد الرئيس لان يكون في ضروره حوار، يكون في حوار وطني ويكون معمول قائم تنفيذه، وساعتها بيسمح فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه بالاسئله من الشباب يعني. ولكن انا مواطن مصري، وبصفتي مواطن مصري بسال فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واثق في سعه صدره وفي تواضعه لسماع كل المصريين ومشاكلهم. المهم يا جماعه ما اطولش عليكم. موضوع النهارده موضوع مواطن مصري، مواطن مصر بس يعني المشكله ما فيهاش اي حاجه. عايز من فضلك ادخل اقابل فلان بيه، اقول له مين يا فندم؟ مواطن مصري. طبعا لما فلان بيه يعرف ان اللي خارج اللي عايز يقابله او يتكلم معاه حتى لو في فكر هيفيد الدوله وهيفيد الناس وهيحقق طفره كبيره غير مسبوقه في جمهوريه مصر العربيه ومش هيخسر الدوله جنيه، ويعني فكر في مؤسسه ناجحه 200%، ما يقابلوش. مش مهم، عادي، ما احنا كده يعني ايه، احنا شغالين وعندنا روتين شغالين عليه، مش محتاجين بقى كلام من حد، خصوصا انه يكون مواطن مصري بس. لو مواطن مصري تبع الدبلوماسي